يا هديه والله ما سمعت كون هي هديه كاين اللي تجي انتشرت في كيما نقولوا باغ اكزومبل انتشرت في اوروبا يعني كيما نقولوا باغ اكزومبل في لاشين. لاشين دوك هي راهي مرض راهي دول كبيره واجنبيه وفيها كيما نقولوا فيها اجروه وفيها كاع اي بزاف هما ما يعرفوش معناتها المرض هذا يقولوا لا غريب. هي ماهيش لا غريب، هذا راه حاجه كبيره. هذا هي ماهيش لا غريب، ماشي في الغاشي ماهيش لا غريب. هذه مرض هذا جا من عند ربي سبحانه. صح حنا واش نقولوا؟ حنا لي زاجيريان تاعنا لازم يجوا. جبت الصيد من وذنه. كاين اللي يحبوا يجوا، كاين اللي يقول لك يروحوا كيما نقولوا باغ اكزومبل الباب الواد، كاين اللي يروح ليه، كاين اللي يروح يكمل ما يقعدش هنا في الجزائر، كاين اللي يزيد يكمل يقول لك انا ما نحبش نقعد في الجزائر نزيد نكمل. وكل واحد كيفاش. حنا واش نقولوا لي زاجيروا تاعنا لازم يجوا حقيقه. التفاصيل تاعهم لازم كيما نقولوا باغ اكزومبل الحمى هذه اللي راهي تظهر في القطر الجزائري. كيفاش؟ الحمى هذه اللي راهي تظهر في القطر الجزائري وخاصة خارج الوطن الجزائري. حنا واش نقولوا؟ حنا ما نقولوش مصيبه ولا نقولوا هذه للاسف شديد. حنا نعطوا المرضى تاعنا اللي ماتوا ولا اللي راهم امراض بالشفاء عليهم. دوخني انا تبان لك شغل كاع ماكش عايش معنا على بالك. والمواطن الجزائري لازم يعطي اختيارات تاوعو تانيك. يغسل يديه، ما ياكلش برا نامبورتو كي، باسكو انا نشوفوا الامراض راهي تسبب بكثره. حنايا من بكري حنا ما كناش نعرفوا هذه الامراض سواء يكونوا امراض كما نقولوا هذه الامراض تاع الاخر ولا كما نشوفوا لا غريب برك. حنا واش نتمناو ان شاء الله لازم يديروا اختيارات. كيفاه؟ اختيارات توحم في كل المستشفيات خاصة، وخاصة الأمراض اللي تسبب في القطر الجزائري. انا عايز جمله مفيده. لماذا لا يحق له ان يتزوج اخت ارملته؟ كون بالك والله ما خدتش ما عرفتش السؤال، باسكو ماشي ما عرفتش السؤال. هو ديجا راه ميت، كيفاش يتزوج؟ ما يقدرش يتزوج، صح؟ هذا هو الحل. باسكو ما يقدرش يتزوج، باسكو لو كان تكون تكون مرته ولا راجل ولا نقولوا مرأة تقدر تتزوج مام كان مات راجلات يتزوج. مام كان مات راجلات يتزوج. صدمة كبيرة يا والقلب كان ديجا في حيرة قلبي. لا تكون مرأة ما تقدرش إذا مات راجلها يتزوج ولا ولا مات ولا ماتت كما نقولوا مرتو راجلها هي ما تقدرش تتزوج. علاه ما تقدرش تتزوج؟ كاين اللي تقول لك انا ولادي ومنا ولادي نخليهم صغاري، وكاين اللي ما عندهاش ولاد كاع تقدر تتزوج. لا روحك راك فقت لقيت روحك في بيت مظلم، جيت شعلت ما كاش كهرباء، لقيت 3 ابواب قدامك لازم واحد فيهم تهرب منه. الباب الاول فيه اشباح، الباب الزوج فيه حفره كبيره، الباب الثالث فيه كرسي تعذيب كهربائي. واش من باب تهرب؟ انا نقول لك نطيح في الحفره بالك نسلك. الحفره تموت سير. لا باسكو كاين حفره بالك ولا تصيبي نمشي بالك نصيب بالضوء. باسكو كان تروحي وين الباب الثالث تصيبي تيسيتي تضربك لي ماس. لي ماس وهاكي تقولي لي الاشباح يخاف ولا يشوف الاشباح يحل باب اول هو يطيح يتغاشى ما يقدرش يكمل. الحفره ثاني يطيح الحفره تقريبا سواء يكون عوج سواء تصير فيه حاجه. في حاجه سواء زعما سيريو يكون عود، سواء يكون باغ اكزومبل او حاصل في هذيك الحفره
ولا يسب كاش خرجه من جهه واحده اخرى باسكو فار شنو باسكو فار كي يحفر حفره يسب الاخر شنو الفار؟ لا نقولوا مثال فار يقدر يعرف. سبحان الله يا خويا سبحان الله راك دقدق في الماء بالصواب يا بعيد. بصح هذا انسان الانسان بصح يقعد فيها فرجاني هو لا يقعد فيها حتى يموت. يقعد فيها حتى سوا يسلكوه سوا كيما قلت يموت. على بالك راك دخلت في كولوار تاع الهبال تخلص عليك بكارطه حمراء مهبول ديرها. انا قلت لك جيت تشعل ضو ما بغاش يشعل لك ما كاش الكهرباء كرسي تعذيب كهربائي كيفاش يمشي كيفاش يمشي نقعد لا انا نروح خير غادي نقعد ندير كريم. ما يمشيش يسمى قاعده تخرج من هذاك الباب اللي فيه كرسي. جاي في كرسي في كهرباء سوا يضربني تريسيتي ما ولا ضربكش خاطر ما كاش كهرباء. نقدر نخرج سوا من الطاقه سوا ما كاش عفسه. خرج من الباب. ماذا بينا باسكو علاه الاشباح تخافي في روحك تتغاشاي. تا عندي كيستيون ليك يرحم يا بناك اللي جابتك تا بنادم نورمال.